صباح الفل يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى هنعمل الزبادي، احنا خلاص هنتسحر النهارده. فانا قلت بقى ايه اعمله علشان ما نشتريش من بره. الصراحه بيبقى احلى بكتير يعني، وبيبقى يعني اوفر برضو. الحاجه كلها غليت جدا يعني. انا عندي هنا جبت كيلو لبن، وغليته كويس. وحتى بعد ما غلي انا سيبته كمان ايه شويه على نار هاديه كده، وفضلت اقلب فيه. وبعد كده طفيت عليه. بصوا ده الوش بتاعه. انا شيلته، هحطه على علبه الزبادي وانا بضربها. تمام. انا هسيبه بقى عقبال لما يكمل يهدى كده شويه، لان هو لسه سخن. وهجيب علبه الزبادي بتاعتي، هفضيها في بوله. وهبتدي بقى ايه انعمها كويس جدا بالمضرب، بالمعلقه. بصوا زي ما انتوا عايزين يعني، براحتكم. اهم حاجة برضو علبة الزبادي ما تكونش ايه خارجة من التلاجة، لا يكون برضو بقالها شوية كده بره، علشان تبقى واخدة درجة حرارة الغرفة. علشان لما نحطها على اللبن ما يبقاش فيه ايه، يعني ما تبقاش هي ساقعة واللبن سخن، فلا مش هينفع يعني. لازم ايه تبقى بدرجة حرارة الغرفة. واحنا كمان نقلب فيها كويس جدا لما تبقى كريمي جدا. بصوا انا هفضل اقلب فيها كويس جدا، هي ما خدتش وقت طويل على فكرة. هحط كمان عليها ال الوش بتاع اللبن. هحطه عليها وهنقلب برضو، هنفضل نقلب كويس جدا. في خلال الفترة ديت بقى انا ببقى عاملة ايه، ببقى مشغلة الفرن، سخنته وهطفيه. وببقى حاطة كمان مية بتسخن. المية بتاعته مش هنحطها مغلية يعني، هتبقى مية سخنة مش مغلية. ماشي، عشان في فرق يا جماعة ما بين المية السخنة والمية المغلية. المغلية دي لا مش هينفع، لازم برضو ما تبقاش سخنة للدرجة. او بصوا انا عمالة بنعم فيه كويس جدا. بصوا بقى هنعمل حاجة كمان في الله يرحمها كانت بتعمل، بتجيب معلقة سكر، تضيفها عليه. ليه بقى؟ علشان عارفين المزازه الجامده قوي دي اللي بتبقى في الزبادي اللي بنشتريه من بره. معلقه السكر دي بقى بتشيل الموضوع دوت. هنقلب اهو. بصوا بقى عامل ازاي. بصوا اهو. بس هنفضل برضو ايه نقلب فيه شويه كمان. هو انا عندي لسه اللبن ما بردش قوي زي ما انا عايزاه. فايه هقلب فيه شويه كمان. هحط كمان عليه معلقه السكر اهو. نحط عليه كمان معلقتين، كام 3 4 معالق لبن كده. ليه بقى؟ علشان ايه التلات 4 معالق لبن اللي احنا هنحطهم على الزبادي دول برضو هيدوا الزبادي درجة حرارة قريبة خالص من اللبن، عشان لما نيجي نحطه عليه. هبدأ واقلبه كويس جدا، نجمهم مع بعض. وهجيب بقى ايه معلقة السكر، احطها عليه وهقلبه برضو كويس جدا. بصوا معلقة مش كبيرة ولا حاجة، معلقة صغيرة يعني. هنقلبها برضو كويس جدا، هتدوب بسهولة برضو، مش هتاخد معانا وقت خالص يعني. وطبعا هبقى مجهزة بقى صينية صينية الفرن. انا بعمل في صينية الفرن اللي هي الصغيرة. لو ما عندكيش الصينية اللي هي الصغيرة اللي هي لونها اسود ديت، وهتعملي في الصينية الألمونيا بتاعتك، حطي معلقة خل في الصينية، علشان الصينية ما تغمقش من اللون من المية السخنة. تمام. هنا بقى اهو خلاص هي بقت كريمي خالص معايا. هحطها على اللبن. واللبن كمان انا جسيته بصباعي، فلقيت صباعي اتحمله تمام. طالما لقيتي صباعك اتحمله، خلاص اشتغلي فيه بقى على طول. هنقلبه برضو كويس جدا، وهنصبه في البولات بتاعتنا. بصوا يا جماعة، يستحسن ان انتوا تجيبوا الكوبايات صغيرة، علشان تبقى على قد ايه ما هتاكلي. لان انا عندي البولات اللي هحط فيها دي يعني ايه بحس ان هي كبيرة شوية. فيعني حتى كمان اللي بيجي ياكلها مش الولاد مش بياكلوها كلها. فالافضل ان انتوا تجيبوا لهم كوبايات صغيره، عشان تبقى على قد ما هياكلوا، ما ياكلوش مثلا جزء وايه ويسيبوا لك جزء بس. هي البولات دي امي الله يرحمها كانت جايباها تحط فيها الزبادي، بتحب تحط فيها الزبادي ايه عشان يبقى كتير كده، اللي ياخد الطبق يبقى مليان يعني. انا فضيته اهو، حطيته في الصينيه.
بتاعه الفرن، وهحط عليه بقى الميه السخنه، زي ما قلت لكم ما تبقاش سخنه قوي. وهدخله بقى ايه الفرن اللي احنا كنا مسخنينه 5 6 7 ساعات 8 ساعات، مش مشكله يعني. انا دول قعدوا معايا حوالي 6 ساعات. بصوا هم عملوا ازاي، بصوا جمدوا بقى كريمي وجميل جدا جدا من غير، من قبل ما يخش التلاجة ولا اي حاجة خالص. انا دقت منه كمان، بصوا طعمه برضو حلو قوي، مفهوش بقى زي ما قلت لكم معلقة السكر شالت المزازة الجامدة قوي اللي هي بتبقى فيه ديت. فصراحة اللهم بارك، جميل قوي قوي يعني، يا ريت تجربوه. يلا بقى قوموا اعملوه دلوقتي عشان نلحق نتسحر بيه. انا هشيله بقى دلوقتي، هحطه في التلاجة وعلى السحور ان شاء الله نتسحر بيه. تمام. بصوا زي ما انتوا شايفين، بصوا جميل ازاي. يلا باي باي.